السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجايزة الأولى 5000 جنيه، والجايزة التانية 4000 جنيه، والجايزة التالتة 2000 جنيه، والجايزة الرابعة 1000 جنيه لأكتر ناس بتعمل تعليقات على فيديوهات فكرة أمينة. الفيديوهات بتاعتي دي هيتم السحب إن شاء الله عشوائي على أكتر ناس بتعمل تعليقات ولايك، وإن شاء الله وتشترك في القناة. ده بسكوت اقتصادي جميل جدا ومقرمش وطعمه حلو قوي، حكاية حقيقي. مقاديره بسيطة وجميلة وموجودة في كل بيت. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. حضر يا ستي معايا نص كوباية سمنة على زيت، مش هنستخدم زبدة ولا بيض ولا حاجة، سمنة وزيت فقط ودقيق. وطبعا المكونات بتاعته بيكنج باودر، حاجات بسيطة يعني. هنحط نص كوباية السمنة وعلى الزيت، وعليها نص كوباية سكر مضروبة في البيت. أنا عايزة السكر اللي هو بتاع البيت، تضربيه تطحنيه في المطحنة يبقى ناعم معاكي، وتدوبيه مع السمنة. تدوبيه بالمضرب العادي، مش هنستخدم مضرب كهرباء ولا حاجة. وهتحطي نص معلقة خل. الخل ده بيخلي العجينة حلوة قوي. وهتحطي يا ستي كوبايتين ونص دقيق زي ما انت شايفة كده. انا حطيت كوبايتين وربع، وبعد كده زودت 3 معالق. بتحطيهم كوبايتين وربع، وتحطي معاكي كده نص كوبايه، عشان الدقيق بيختلف من دقيق يعني من انواعه، يعني كل نوع بيختلف عن التاني. فبتلاقيه ده قابل للسمنه، ده قابل تحطي له شويه ميه زياده، شويه لبن كده يعني. فلازم يكون معاكي دقيق زياده. وبعد كده بتحطي معلقه قرفه ورشه جوز الطيب، وبتحطي معلقه ونص بيكنج باودر على الدقيق. بنقلبه بسيط كده بالمضرب، وبعد كده بفركه بايديا. انا عايزاه زي حبه الرمله المبلوله. تعرفي بقى عجينتك ناجحه تفركيه شويه كده، ربع ساعه كده. تعرفي العجينه بتاعتك ناجحه ان انت تلمي العجينه كده في ايديكي، ان اتلمت معاكي يبقى انا عجينتي كده ناجحه اهي. شايفه اتلمت ازاي؟ تبقى كده مظبوطه وحلوه قوي. بحضر نص كوبايه لبن دافيه، مش سخنه، دافيه، واحط معلقتين جلوكوز. ما عنديش جلوكوز يمشي عسل النحل، ما عنديش عسل نحل. عارفه الشربات بتاع الكنافه والقطايف ينفع احط معلقتين برضو. اي حاجه من الحاجات اللي قلت لكم عليها دي هتنفع. اديتك 3 حلول تقدري تعملي البسكوت. بعد بقى ما عملته وفركته كده بايديا، ابدا احط بقى اللبن بالجلوكوز شويه بشويه. انا بلمه كده بالمعلقه، مش هعجن عشان ما يربيش عرق. افركه كده بايديا بسيط. انا بحط دلوقتي الدقيق، لقيت العجينه سايله شويه، حطيت 3 معالق دقيق. خلاص اتلمت معايا العجينه وبقت كويسه. ابدا بقى اقسم العجينه نصين. احط نص عليه كاكاو خام، حطيت 1.5 معلقة كاكاو خام. هنعمل بقى تشكيله حلوه قوي في البسكوت. عملته ده بالكاكاو خلاص. وده النص التاني اللي هو الفاتح، هو مديكي غمقان شويه لان احنا حاطين عليه معلقه قرفه، فالقرفه بتغمق شويه. طبعا في العجينه حطينا ذره ملح، عشان نسيت اقول لكم ان احنا حطينا ذره ملح. بعد كده افردها بالطريقه دي، وابدا بقى اقطعها بالقطعه. ما عنديش قطعه تمشي الكوبايه، تمشي القطعه بتاعت البيتزا، تمشي السكينه، اي حاجه هنقدر نعمل البسكوت مش هتوقفنا. هو بسكوت طعمه حلو قوي ومقرمش. ابدا اقطعه بالطريقه دي. الم بقى الزيادات دي مش هرميها، هستخدمها برضو وهعملها في البسكوت. هو طعمه حلو قوي حقيقي، يعني ان جربتيه مش هتبطلي تعمليه حقيقي، ومش مكلف، بسيط وحلو قوي. اجيب بقى صينيه ألمونيوم. احلى حاجه في تسويه البسكوتات والمعجنات الصواني الألمونيوم. اجيب الصينيه كده وما ادهنهاش، واحط فيها البسكوت، واولع الفرن على درجه حراره 200. بس اسوي البسكوت وقت ما احط البسكوت على 160.
مش هياخد معايا وقت ولا حاجة، بتاع ربع ساعة. بحطه في الرف الوسطاني، بيستوي من فوق ومن تحت عادي، يعني ما بولعش الشوايه ولا حاجه. بعمل بقى الجزء التاني اللي انا طلعته، البواقي اللي طلعتها من البسكوت، بكمل القالب. انا بوريكي سمك البسكوته للكاميرا اهو، شايفه واضح ازاي السمك بتاعها. خلاص احنا خلصنا القالب ده، هنبدا بقى نحطه في الفرن، نشتغل بقى ونعمل شكل تاني. باخد برضو جزء من العجينه الفاتحه، واجيب بقى جزء من العجينه الغامقه اللي هي بالكاكاو، هبدا اعمل كده كور صغننه زي النبقه، زي الخرز كده، ابرمها كده بايديا، هعمل شكل حلو. يعني هوريكم هنعمل ايه. انا واثقه طبعا انتوا هتشوفوا الاشكال اللي هعملها، انا واثقه ان انتوا هتعملوا احلى ما انا هعمل. نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبدا بقى نحط بقى الفصوص زي ما انتوا شايفين كده. ما تنسونيش في اللايك وشير والتعليقات. انا حطيت الوردة عبارة عن 5 فصوص، واحدة في النص و4 حواليها. بعد بقى ما هخلصها كده هجيب كيس بلاستيك واحطه على العجينة، وابدأ بالنشابة ادوس خفيف قوي عشان اضغط على الاشكال دي تثبت في العجينة، ما تفكش مني بعد السوا. خلاص خلصنا كده، اجيب القالب وابدا احط اللي انا عملته. طبعا في بواقي من العجين برضو هاخدها واعملها عشان اكمل بقيه القالب، وعندنا الفصوص كتير اهي. هنكمل بقى اللي هي بالشوكولاته، الفصوص اللي هي بالشوكولاته، العجينه بالشوكولاته اللي احنا عملناها اهي، وعملناها بالكيس البلاستيك وضغطنا عليها وعملنا بالقطاعه اهي. اكمل بقى بقيه القالب واحطها. خلاص احنا خلصنا الشكل ده، نبدا بقى نعمل في الشكل التاني. هجيب بقيه العجينه اللي هي بالكاكاو واعملها على شكل اسطوانه كده، ابرمها شويه وابدا افردها بالنشابه. هنعمل شكل حلو قوي برضو. هبدا اجيب بقى العجينه اللي هي اتبقت مننا الفاتحه، ابرمها زي ما انت شايفه كده، اعملها زي حبال كده. طبعا مش هعملها حبل طويل قوي لانها ضعيفه هتتقطم مني، هعملها على جزئين قصير كده وبعد كده اكملها، عشان لو عملتها طويله قوي وانا بشيلها هتتقطع. عملت بقى الجزء التاني ووصلتها، هي مش هتبان انها متوصله بالطريقه دي. وابدا بقى اجيب الكيس البلاستيك احطه عليها واروح فرده بالنشابه، تفردي كده على خفيف برضو بالنشابة، وتبدأي بقى تجيبي القطاعة وتساوي الحروف اللي هتطلع دي برضو هنستخدمها. لا احنا هنعمل تشكيلة حلوة قوي. ابدأ بقى اجيب، عارفة العصاية بتاعت الشيش طاووق، ابدأ اجيب العصاية دي واعمل علامات على اساس ايه؟ تطلع البسكوتة معايا متساوية، على قد ما بقدر احاول اخلي البسكوت متساوي يبقى شكله حلو. امسك بقى القطاعه واقطع مطرح العلامات اللي عملتها، وبعد كده بمسك العصايه برضو اللي هي العصايه الشيش طاووق، ابدا اعملها برضو بالطول زي ما انت شايفه كده اهي، واقطع بالقطاعه بالطريقه دي كده. خلاص خلصنا قالب حلو قوي. نبدا نحط برضو في القالب ما شاء الله بسكوت مقرمش ودايب كده في البق وحلو قوي، وما كلفناش حاجات بسيطه جدا. ببدا اجيب بقى العجينه اللي اتبقت من البيضه والغامقه، ابدا اعمل كور زي ما انت شايفه كده، زي البندقيه، هيبقى فيها الفاتح والغامق واللي مخلط بني على بيج. اروح عاملاه بالطريقه دي، بعمل 3 كور مع بعض كده،
وبرضه هجيب الكيس البلاستيك، بس هضم الكور مع بعضها جامد شويه كده. بصي انا هضمها بالكيس البلاستيك اهي، على اساس ما تفكش، لانها مفصوله من بعضها تلزق في بعضها. وافرد بقى بالنشابه كده، وادتني الاشكال الحلوه دي. احطها برضه في قالب. خلصت معانا اهي. شايفه لما استوى في منتهى الجمال، طالع حلو قوي ومقرمش وجميل جدا. شايفه جميل ازاي؟ انا على فكره ما بدهنش الصينيه وانت بتحطي البسكوت، ما بيلزقش، ما تخافيش. حلو قوي. مش هتقولي بقى سمنته قليله هيلزق، لا ما تخافيش، مش هيلزق ولا اي حاجه، ويطلع جميل قوي في منتهى الجمال وحلو جدا. وكل سنه وانتم طيبين. وهيتم السحب قريب ان شاء الله. اللي هيفوز ان شاء الله بالجائزه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه باذن الله، لاكبر عدد يعمل تعليقات